اهلا. ازيك يا حياة، عامله ايه؟ هلو. معلش اتاخرنا عليكم، الطريق زحمه قوي. لا ابدا، لا ولا يهمك. اهلا ايه اهلا. انت تقعدوا بقى ولا يهمك؟ وازيك؟ الله يسلمكم. سايبيني انا كده واقف؟ ايه مفيش ترحيب بيا؟ ازاي بقى يا شلبي يا اخويا؟ ده البيت بيتك، اتفضل اصحى يا شفيق. ايه انت شفيق صراحة يا حياة، أهلا وسهلا بيكم. بصراحة بقى أنا تعبت من الانتظار، يعني أنا غفلت والقاعد مفيهاش حاجة يعني. معلش حقكم علينا. اخباركم ايه؟ الحمد لله تمام. ايوه، اخباركم ايه وعملتوا ايه وازيكم؟ والله يسلمك. بقول لك ايه يا شفشه، بقول لك ايه، تعالى يا عم ننزل نقعد على القهوه يا عم، بدل القعده اللي مش جايبه همها دي. احسن برضو، انا عازمه هبه وصافي صاحباتنا وهنعملها كده قعده ستات. يا خوفي بقى قعدة الستات دي تيجي فوق دماغنا احنا الرجالة. طب بقول لك ايه، ما تيجي نقعد بقى عشان نسمع هيقولوا ايه علينا. اكيد هيتكلموا عن انجازاتنا. يعني هنقول ايه؟ ما انتوا عارفين اللي هنقوله اصلا. ما تخافوش ما تخافوش، مش هنجيب سيرتكم خالص. يا خوفي قعدة الستات دي تيجي فوق دماغتنا احنا الرجالة. واحنا مش هنقول غير كل خير، اطمنوا خالص. والله فكره شفيق، ما تيجي نقعد عشان نسمع هيقولوا ايه علينا. اكيد طبعا هيتكلموا عن انجازاتنا. يعني هنقول ايه؟ ما انتوا عارفين احنا هنقول ايه. كده بقى اسجل احلى كلام لاحلى صافي في الدنيا. اقول لها ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حبيبتي، نعم احتاج اليك، الى نظرة من عينيك، لمسة من يديك. عفوا، انا لا اكتب فيك شعرا، فالشعر اقل من ان يكتب في وصف وجنتيك. مصر يا حبيبي. صافي، احنا نازلين بقى. انت عارف ان النهارده اجتماع الستات العالمي. طبعا. براحتكم خالص، بس ارجوك يا علشان خاطري. بقول لك ايه، ما تقلقش خالص، احنا مش هنجيب سيرتك حتى لو بنص كلمه، ما تقلقش. لا جيبوا سيرتي زي ما انتوا عاوزين، بس ارجوك يعني عشان خاطري يا صافي، خلي بالك منك قوي. حاضر يا مصري، هخلي بالي منه، وانت كمان. حاضر. يا سلام يا سلام، وده من ايه ده ان شاء الله؟ من ايه؟ ارجوك كمان يا مدام هبه لو سمحت، يعني لو حضرتك لا تكوني سيئه، على مهلك قوي عشان خاطر صافي. وصافي اوعي تنسي، خلي بالك منك قوي. حاضر يا عيون صافي، هخلي بالي. وما تقلقش علينا. يلا. حرام عليكم، هتجيبوا لي الضغط، هتجيبوا لي السكر، هتجيبوا لي شلل الرعايه. حرام عليكم والله. ايه وصلت النحنحه اللي انتوا فيها دي؟ ده عشان ايه؟ بقول لك ايه، اقعد انت بقى هنا هو كده، قول شعر وقول اللي انت عايزه. بقول لك ايه يا حبيبتي، يلا عشان هنتاخر، يلا. مع السلامه يا صافي، يا احلى وارق واحن الناس. والله يا هبه مصري جوزي ده هيجنني. ما انتوا اصلا جوز مجانين رسمي. ايه يا هبه، هو انت زعلانه ان مصري جوزي بيقول فيا كلام حلو واشعار؟ ايه؟ وانا هزعل ليه؟ بقول لك ايه، يلا عشان هتاخرنا على البنات. فتاح عليم يا رزاق كريم، هو النهارده عاملين اجتماع للنساء العالمي ولا ايه؟ انت بتبرطم تقول ايه يا مجنون انت؟ سيبك منه يا صافي، سيبك منه. ايه ده؟ يلا عشان اتاخرنا على ما البنات. برطمش يا ست هانم، انا بقول العماره كلها نورت. انا مش فاهمه انتوا بيجيبوكوا منين؟ يلا يا صافي يلا. ربنا يكفينا شركم وشر النسوان اللي زيكم. يا جماعه صدقوني انتوا غلابه. معقول مفيش حد فيكم قادر يحس بمراته كده ويقول لها كلام حلو؟ لعلمكم بقى قدامكم 70 سنه على ما تفهموا الستات دول بيفكروا ازاي وعاوزين ايه. والله انت اللي صعبان علينا، والله بجد انت اللي صعبان علينا. انت مقضيها قصايد وشعر وغزل في مراتك. ايه يا عم في ايه ده؟ انت عقدتنا يا راجل. يا عم مصري، معقوله هو في حد لغايه دلوقتي بيكتب شعر في مراته؟ طب اسمعوا بقى،
انا هسمعكم حاجه يا رب تحسوها كده وتفهموها. بص بقى انت هو هتتفرجوا معايا وتسمعوا وهتتمعنوا الكلام. ده سيلفي ده ولا ايه؟ سيلفي مين؟ ده كلام من القلب يوصل للقلب. اسمع معايا. حبيبتي، نعم احتاج اليك، الى نظره من عينيك، لمسه من يديك. عفوا، انا لا اكتب فيك شعرا، فالشعر اقل من ان يكتب في وصف وجنتيك. لا والنبي اقفل ده لو سمحت، النبي مصر اقفل، مش قادر استحمل اعصابي يا عم مصري فوق، الستات مالهمش امان. مالهمش امان ايه؟ احنا برضه الرجاله لنا دور. وانا هقول لكم حاجه تانية خالص واسمعوني بقى وركزوا. تاني؟ ايه رايكم؟ ايوه. لو تجربوا كده وتحسوا الكلام عشان يوصل للقلب لازم يطلع من قلبك. واهم حاجه بقى في الحكايه دي تعيش الموت. عيش الموت. يلا عيش الموت. هتتخيل مراتك قدامك. تخيل يا شفيق هي قدامك ورده مفتحه، وانت بتبص لها بحب كده وتقول لها ايه؟ حبيبتي، انا بدونك لست انا فقط بك ولك ومعك اكون وساظل انا ايه يا عم؟ انا انت فكرتني عبد الناصر حموده وبقول انا مش انا سامع الكلام، شايف الكلام، اسمع ايه رايك وتعلم بقى؟ والله العظيم انا حبيته. انت مقتنع؟ كمل يا مصر. انت مقتنع؟ جدا يا شلبي جدا. اسمع يا شفيق وركز. انت هتخسر ايه لما يا اخي حس كلمتين حلوين قولهم لمراتك. واقول لكم على حاجه، فكروا كده وجربوا ومش هتخسروا. ها هتجربوا؟ ايه رايك؟ ايه رايك انت؟ نجرب. يلا قول يا مصري. اسمعوني وتعلموا. الله، هم مالهم هما الاتنين خايفين على جوازاتهم كده ليه وراحوا يكلموهم بعيد؟ بصي بقى، الرجاله دول مالهمش امان، ولازم الواحده تفضل مفتحه عينيها. انا ساعات بقول عليهم انهم غلابه، وساعات كتير قوي بقول انهم يستاهلوا المعامله القاسيه. قولي لي بقى يا حياه، اخر مره اتخانقتي مع شفيق امتى؟ قولي اخر مره تصالحنا امتى؟ بس وحياتك انا بمشيها على عجين ما يلخبطوش. لا بقى، انا بقى بمشيه على السلك، لا يقدر يرفض لي كلمه ولا طلب. ايه ده شفشق جوزي. ايه ده؟ وده شلبي جوزي، اوعي يكونوا سمعوا اللي قلناه. يا اختي ما يسمعوا واحنا بنقول حاجه غلط. اقول لك ما ترديش عليهم. والله ما انا معبراهم، سيبيهم يرنوا كده نشوف هيعملوا ايه. بقول لك يا شفيق، نعم. عايزك تسمع الكلام ده بقى وتقول لي رايك فيه ايه. لا انت اللي اسمع الكلام ده، انا اللي هقول كلام انت تسمعه. انت ايه؟ على انما ما حد يقول الكلام ده غيري. ايه في ايه يا شفيق؟ الله. وهسجله كمان. سيلفي، بحبك يا حبيبتي، بحبك قوي، وحشتيني خالص. طب انا كمان هسجل سيلفي اهو. يا حبيبتي يا مراتي، ياللي كنت خطيبتي وبعدين بقيتي مراتي وحبيبتي. يا حبيبتي يا مراتي، يا اللي انت خيرك عليا. ايه ده؟ ايه يا عم ده؟ ايه الكلام اللي بنقوله؟ ايه الهبل اللي بنقوله ده؟ انا ماليش في الكلام الحلو ده ابدا. الله. انت ليك في الكلام الحلو؟ انا ليا في الكلام الحلو يا راجل. طبعا. اسمع بقى يا مراتي يا حبيبتي، ياللي كنت خطيبتي، بحبك وهفضل احبك دايما. ده كلام النبي هبل، مش كلام حب ده ابدا. يعني انت عايز تقول ان مصري بيقول كلام احسن مننا عشان كده مراته بتحبه اكتر مننا؟ دي حقيقة، بس السؤال هنا بقى، هل هو بيقول الكلام ده من قلبه؟ صدق صح. يا ترى من قلبه ولا لا؟ تعالي بس هقول لك يا بنتي، انا مش عايزه اقول قدامهم ان مصر جوزي بيحبني قوي كده. ليه يا اختي؟ خايفه من الحسد ولا ايه؟ طب وريني بعتلك ايه تاني، اشجيني. بصي، شايفه؟ سما جميله ولا الكلام يا هبه جامد قوي. سامع وشايفه. كلام يدوب الحجر، بس للاسف يا خساره. عندك حق والله يا هبه، يا خساره. انتي عارفه ان انا مش بعرف اقول لمصري كلام حلو زي اللي بيقوله لي، ولا حتى بعرف ارد عليه. ولا بتعرفي تردي عليه. ولا يمكن مش بتحبيه زي ما هو بيحبك. ايه؟ لا طبعا، مصري ده حبيبي وعمري وحياتي، ده روحي، ده هو الحب الوحيد اللي انا قابلته في حياتي كلها. طب بقول لك ايه، تعالي نقعد معاهم احسن. اتفضلي يلا. هبه،
عايزه اسالك كده، هو انت ليه مركزه معايا قوي انا ومصري؟ هو انت زعلانه ان مصري جوزي بيحبني ولا ايه؟ ايه؟ انا مركزه معاكي ليه؟ لا 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 لا، وانا ايه اللي هيزعلني؟ قال زعلانه قال، وهزعل ليه يا اختي ان شاء الله؟ لا لا لا، بقول لك ايه، تعالي 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 نقعد معاهم شويه احسن، تعالي تعالوا اسمعوا اخر نكته على الازواج. ده الواضح انهم مش معانا، كل شويه يخشوا يتواجدوا ويرجعوا لنا تاني خالص يا جماعه، الحكايه كلها ان صافي ومصري عايشين قصه حب ولا المراهقين. وبعدين معاكي يا هبه، من فضلكم يا جماعه لو سمحتوا، انا مش عايزه ان احنا نجيب سيره ازواجنا خالص النهارده، ممكن؟ بعد ايه يا حبيبتي؟ بعد ما قطعنا في فروتهم؟ ده احنا مفيش كلمه ما قلناهاش عليهم. معلش يا جماعه معلش، اصل صافي قررت بعد 10 سنين جواز انها تحب جوزها. يا سلام، وفيها ايه دي؟ المفروض كمان ان انتوا كل واحده فيكم تحب جوزها. واللي ما عندوش جوز وعايش مع حيطه، ولا بيسمع ولا بيشوف ولا بيحس، يعمل ايه بقى؟ ايه ده؟ انتوا هتقلبوها دراما ولا ايه؟ بص احنا نضحك ننكد على نفسنا لا. مش بقولك يا هبه، انا حاسه انك متغيره قوي. احنا مش رجاله ولا ايه؟ ده لو كده بجد يبقى احنا فعلا يا شلبي مش رجاله. يا عم مش رجاله ايه بس تقفل من بقك، احنا رجاله ونص كمان، مش تقولي مش رجاله. وبعدين بصراحه بقى احنا دلعناهم زياده عن اللزوم. بقول لك ايه، احنا نطلقهم ونخلص منهم. تصدق فكره؟ فعلا انا معاك، نطلقهم ونخلص منهم. كدابين والله، بقوات وكدابين كمان. ايه يا انت يالا؟ انت اتجننت ولا ايه؟ انت ازاي تقول كده يالا؟ انت بتفهم احسن مننا يالا. طب والله البواب ده بيفهم اكتر منكم في الستات كمان. يكون كلامه صح يا شلبي. الراجل صح ايه؟ بقى انت يا حته البواب لا رحت ولا جيت تفهم احسن مننا؟ لو بوات اسمعوني بس وخدوا بنصيحتي مش هتندموا. بقول لك ايه، احنا هناخد نصيحه من بواب؟ ما بقاش غير البواب هو اللي ينصحنا كمان. والله يا بايخه صحيح ان البواب ينصحنا بيني وبينك يعني، انما برضه ايه؟ عايزين برضه نسمعه، يمكن يقول حاجه مفيده. هو بقول لك خدوا الحكمه من افواه المجانين. نسمع. قول يا سيدي، سمعني، قول وافتي. اسمعوني بس وافهموا يا بهوات. صدقوني يا جماعه الموضوع مش بسيط زي ما انتم متخيلين. احنا معظمنا عايش بازدواجيه. الستات قلبوها كوميدي ونكت وتهريج، والرجاله كمان. لكن الموضوع ده في منتهى الخطوره، في منتهى الاهميه. ازاي بقى يا مصري؟ فهمنا، لان الاستاذه هبه مصره انها تطلق من جوزها. ايوه انا عايزه اتطلق، ولازم اتطلق وابطل بقى ابقى زوجه مع ايقاف التنفيذ. يا سلام، كل ده علشان ما بيقولكيش شعر ولا كلام حلو يا هبه؟ الموضوع مش بس كلام حلو ولا شعر، الموضوع اكبر من كده بكتير يا جماعه. ولسه بقول الازدواجيه جوانا هي المشكله. فايه يعني لو كل واحد يتعامل مع زوجته انها صاحبته، حبيبته، نص التاني، حد منه، اكيد يعني هنحس بالسعاده. وده بقى يحصل ازاي؟ يحصل ازاي بقى وهو مش شايفني، مش موجود؟ انا هوا بالنسبه له. وانت كمان كده، هو بالنسبه لك هوا، مش شايفاه، مش موجوده. انت كمان يا هبه بصراحه بتعامليه وحش جدا. وبصراحه بقى ومن الاخر يعني كل واحد فينا مفروض يفهم ان لو بعد عن زوجته خطوه صغيره، الخطوه هتكبر والخطوات هتبقى اكتر واكتر، وهنبعد عن بعض خالص. والعكس صحيح، لو قربنا من بعض وحسينا ببعض وصدقنا مشاعر بعض ما هيبقاش في اي مشكله. انا بحبك قوي يا مصري. وانا كمان بحبك قوي يا صافي. وبالمناسبه دي بقول لكل زوجين بيشوفونا، هي فرصه قرب من زوجتك بجد وبحب وبمشاعر طيبه، وانت كمان. وساعتها صدقوني هنعيش كلنا في قمه السعاده. صح يا صافي؟ صح يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا في كل مكان، مساء الخير واهلا بحضراتكم، وكل عام وانتم بالف خير بمناسبه عيد الاعلاميين الجميل. طبعا الحلقه كانت بتتكلم في موضوع مهم جدا دراميا في يوميات مصر، بنتناقش بكل المحاور في الدراما وفي الاتصالات التليفونيه وفي مناقشه قضايانا. بنحاول دايما نكون اسم يوميات مصر اسم على مسمى، بنعبر عنكم في كل المجالات. قلنا في نهايه الدراما لكل ست ولكل زوج ولكل زوجه قربوا من بعض اكتر، لان كل تباعد بيبدا صغير قوي وللاسف الشديد بيكبر بيكبر بيكبر، وفي النهايه هدفنا نحافظ على الاسره، والاسره يعني المجتمع، يعني الدوله، يعني نجاحنا وتقدمنا. وده اللي بيميزنا عن المجتمعات الاخرى وعن الدول الاخرى طوال عمرنا كمصريين من ايام الفراعنه.
والأسرة المصرية المتماسكة والمتحبة هي أساس النجاح وأساس الاستمرار. ده مش كلام إنشا ولا كلام بيتقال مكرر، لكنه واقع وحقيقة، وكل زوج شايفنا دلوقتي فاهم المقصود والهدف إيه من الدراما. ممكن بكلمة حلوة بطريقتك تعبر بقى عن مشاعرك واحتوائك لأسرتك، وانت أيضا الزوجة نفس الشيء. ربنا يا رب يسعد كل الزوجات وكل البيوت وكل الأزواج. اسمحوا لي النهارده هنعمل حلقه خاصه جدا مختلفه جدا شكلا ومضمونا. قلت ده على الفيسبوك ورد الفعل كان قوي جدا، وقلت انه باختصار وبصراحه وبشده هحاول نوضح مع بعض النهارده الفرق الشديد والبسيط بين اعلام ماسبيرو، اعلام الشعب، الاعلام القيم والهادف واللي بيعبر بجد عن كل الناس، عن كل المصريين بشكل او باخر، والاعلام الخاص، اعلام السبوبه، اعلام المصالح، اعلام انه مفيش اسهل منه. وهنعرف ازاي وهنأكد لبعض ازاي ان هذا الاعلام رخيص جدا وسهل جدا وسهل قوي على ابناء ماسبيرو ان هم يعملوه، لكن الفرق ان احنا صعب نعمل ده. هنشوف وهنتابع مع بعض النهارده، لان كمان عندنا قناه القاهره مفاجاه لحضراتكم بعد الهوا بتاعنا مباشره، انه لقاء حصري مع السيد رئيس الاتحاد المخرج عصام الامير مع زميلتنا فاتن عبد المعبود، علشان نوضح لحضراتكم في عيد الإعلاميين حاجات كتيرة جدا جدا الناس ما تعرفهاش عن ماسبيرو، وعن إن شاء الله إذا أراد ربنا سبحانه وتعالى عن القادم بخصوص ماسبيرو. نبدأ حلقتنا مع بعض من يوميات مصري، ونبدأ ونكون واقعيين مع بعض ونعبر عن بعض أكتر وأكتر، ولكن بعد الفاصل. مشاهدينا في بدايه الحلقه اسمحوا لي برضو عايز ارد على الاستاذ عمرو وامين شرطه الحلقه. قابلني في النهارده وانا جاي على طول في يعني النقطه بتاعت قدام جامعه القاهره على طول. الراجل بشكره جدا جدا، حبوب قوي، سالني على طول عن برنامج الجواز، وكمان ام سعاد وايه محمود عبد الله وانسه نوريهان والمهندس ماجد ومايكل شنوده وام ميريهان ومجموعه كبيره جدا بيسالوا يا جماعه بمنتهى البساطه وبمنتهى الاختصار. هذا البرنامج كنت بقدمه من 3 سنوات وعلى استعداد تام افضل اقدمه ببلاش بهدف وبشرط انه يكون للمشاهدين مجانا، وده بقوله لكل المسؤولين في اتحاد الاذاعه والتلفزيون او في ماسبيرو، لو نقدر نقدم هذه الخدمه للناس مجانا انا تحت امره تماما. واسمحوا لي في بدايه الحلقه ايضا قبل ما نتكلم عن عيد الاعلاميين ابارك لصديقي الجميل المخرج وائل فهمي عبد الحميد اللي اذهلنا كلنا بفنه الجميل. مساء الخير يا وائل. مساء الخير. عايز اقول لك مبروك، وعايز اقول لك جميل وهايل ورائع وشيء حلو، وكل سنه وانت طيب. ما انت اعلامي وفنان، مش فنان بس، انت اعلامي ايضا ومن اسره اعلاميه يا حبيبي. ومن اسره فنيه. الحقيقه انا مبسوط بيك جدا وبمدام ناديه الجندي وشغل هايل، كادرات محترمه واضاءه مختلفه وسسبنس حلو، وده اللي عودتنا عليه دايما يا وائل. الف مبروك. الحمد لله، الله يبارك فيك. ورب مزيد من النجاح ومزيد من المفاجآت الجميله، انت تستاهل كل خير بجد. ربنا يخليك يا استاذ. قول لي بقى، المسلسل ده تعبك كتير ويعرض في تلفزيون مصر ان شاء الله في رمضان زي ما عرفنا، لكن يعني انت بقالك سنتين بتصور فيه او اكتر. هو والله انا هقول لك ان احنا بدأنا فيه طبعا السنه اللي فاتت، بس بدأنا قبل رمضان بشهر ونص، فطبعا كان المده قليله جدا عشان نلحق ان احنا نذيعه في رمضان اللي فات. تمام. فكان يعني المفروض ان احنا هنذيع في رمضان السنه دي، لكن جه عرض الاستاذ محمد مختار ومدام ناديه. عاوز اقول لك حاجه منك، ما اعرفش بقى من صاحب القرار، من سواء انت او مدام ناديه او المنتج، انك انت اختيار التوقيت الاذاعه اختيار ذكي جدا. والله ده اختيار الاستاذ محمد مختار صراحه. اختيار ذكي جدا، لانه انت عارف في رمضان تبقى زحمه مشاهده، لكن اختيار ذكي، واكيد هتتاكد المشاهده في رمضان ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. يا رب، ويا رب المزيد من النجاح يا وائل. وانت بجد انا حبيت ابارك لك على الهوا، وكمان حبيت اقول لك كل سنه وانت طيب. وقول لي بقى، قول لي كلمه كده في عيد الاعلاميين للفن والفنانين، ازاي نرجع تاني لدورنا الهادف الجميل بعيد بقى عن لغه الاسفاف اللي بنستسهلها. ان احنا يعني نهتم بالدراما شويه، والدراما بتاعتنا تكون دراما هادفه. تمام. ما تكونش دراما لان في الفتره اللي فاتت كان في بعض الاعمال ما فيهاش اي هدف بصراحه.
تمام. لكن ان احنا نهتم دلوقتي بالمسلسلات اللي ليها هدف وتكون طيب ما هو ده وائل مش مفروض دور المخرج في المقام الاول؟ طبعا. طب ليه المخرجين بقى اسلوب الوان مان شو؟ يعني معظم النجمات والنجوم بيبقى مسلسلهم هو محور شخصيه واحده والموضوع كله شخص واحد، بعيد عن الموضوعات الاجتماعيه زي زمان لما كنا بنشوف ليالي الحلميه، بنشوف اعمال الرائع فهمي عبد الحميد والدك واستاذنا كلنا. ليه بعيد عن الدراما الاجتماعيه الاصيله؟ ما هو لازم نرجع للدراما دي، يعني الوقت ده هو وقتها. تمام. لازم نرجع لده لان الناس متعطشه للدراما الاجتماعيه واللي بتعالج مشاكل بيعاني منها المجتمع، لان لازم يعني احنا الفن محاكاه للواقع اللي احنا بنعيشه، بس بشرط برضه يبقى محاكاه برفع شويه من المستوى، ما ننزلش المستوى الواقع والا هنلاقي اللغه. لا ما هو لازم تضيف اللمسه الفنيه الجماليه للعمل. يعني انا مثلا برضه من الايجابيات اللي شفتها في مسلسلك ان مفيش لفظ خارج، مفيش مشهد خارج، وكنت واثق انك صعب تعمل ده طبعا، لكن بحييك بجد يعني عارف. ربنا يخليك. كونك تشوف لوحه دراميه جميله بدون لفظ او مشهد خارج او كذا، لان في افوره حتى في المسلسلات وحتى في رمضان ده للاسف. لا احنا ما عندناش الكلام ده خالص، سواء رمضان او غير رمضان. ببارك لك، انت عارف مدى صداقتنا وحبي ليك. انا عارف طبعا. حبيبي ربنا يخليك. يا رب يزيدك نجاح واشوفك دايما متالق يا وائل دايما. متشكر جدا. الف شكر. بشكرك جدا. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. وانت طيب يا حبيبي، وكل الاعلاميين والفنانين طيبين. وعايز اقول اهو باكد اهو من خلال اللوحه موجوده دلوقتي انه لا نقدر نقدم الفن الهادف، نقدر نقدم الرساله الهادفه سواء في البرامج او في الاعمال الدراميه. النهارده بمنتهى البساطه هنقول مع بعض اهو، هنقول دلوقتي انه سمعنا وائل فهمي عبد الحميد المخرج الجميل اللي عنده اخلاق وعنده مبادئ وعنده قيم. حاضر، بس قبل ما ناخد الزميله الاستاذه فاتن عاوز اشوف فيديو علشان ناكد بس للناس الفرق بين ماسبيرو، بقولها تاني، ماسبيرو والاعلام الرخيص، الاعلام الخاص. الاخ باسم يوسف في يوم من الايام كنا بنضحك ومبسوطين به كحاله اعلاميه كوميديه هايله رائعه الى اخره. صدقوني لما حاولت اخد اي فيديو يعبر عن اللي بيقوله وكان صعب قوي. لو جاهز يا استاذ وائل الفيديو الاولاني اللي هو باسم يوسف في الفاظه وفي حركاته لما بنشوفه كنا بنضحك، لكن واحنا بنضحك الاعلاميين مننا او الناس اللي شويه صحفيين او شويه حتى اباء ومسؤولين والى اخره كان بيزعلوا قوي من الالفاظ اللي بتدخل البيوت بدون اي مبرر. وكان هدف او كان تبريرنا وقتها انه اصل الاعلام بقى اوبن ومفتوح والسماوات المفتوحه والارضيات اللي مش عارف ايه والكلام ده، اللي متوقعين ايه نربي اولادنا ازاي ويطلع اجيال كويسه ازاي واحنا بنسمعهم مثل هذه الالفاظ. لو الفيديو جاهز نشوفه مع بعض، لان حاولت الاقي مقطع بدون لفظ خارج صعب، بدون حركه او ايماءه او الى اخره، وده رخيص وسهل جدا يا جماعه. يمكن انا كتبت النهارده قلت له خلاص طالما ان احنا كمشاهدين عاوزين ده هاكد لكم انه سهل، هنعمل لكم كل الفيديوهات اللي ممكن تكون بالنسبه لكم لو ده حلو يعني زي كل قناه ما بتعمل. طب هناخد الزميله الاستاذه فاتن الاول، وبعد فاتن هنشوف هذا الفيديو وهنشوف فيديوهات كتير احنا بنرفضها، لكن بقول لو حضراتكم حابينها هتلاقوها عندنا كتير. استاذه فاتن مساء الخير. مساء الخير، ازيك يا استاذ جمعه؟ الحقيقه انا عايز احييكي واقدرك واقول لك انت من المذيعات الجميلات والمبدعات والمجتهدات جدا اللي بتؤكدنا دايما ان ماسبيرو مليء بالمواهب بصراحه والله يا فاتن. ميرسي، ربنا يخليك، مش هعتز بيها. وهو دايما ماسبيرو مليء يعني بالخبرات والناس المخلصه جدا لبلدها. مهما اتقال فاحنا شغالين، هدفنا واضح وصريح، هو الشعب المصري والمواطن المصري ده. بغض النظر احنا يمكن ماسبيرو انا دايما بقول هو الكيان الوحيد اللي له اجندات ولا له مصالح ولا بيشتغل علشان حد غير المواطن بس. صحيح، عمرنا ما بنشتغل غير المشاهد المصري والمواطن المصري، لا عندنا رجل اعمال بيصرف علينا ولا عندنا مصالح او اجنده تخص دوله اخرى غير الدوله المصريه. بالظبط، ده صحيح. بحييكي كمان على الصبر. اتفضلي. كل سنه وكل اعلاميين مصر طيبين، وكل سنه وكل اعلاميين مصر المخلصين بجد للبلد ده. احنا بينا على جيل من الاعلاميين كلنا لسه لحد دلوقتي بنحلف بيه وبنحلف بادائه. صحيح.
فكلهم يفضلوا موجودين كده يا رب يعني يا رب. ومسيرتهم يا رب تفضل موجوده باذن الله. عارفه لو كل الزملاء والزميلات عملوا زيك كده واجتهدوا بجد، يعني شويه شويه هنرجع تاني لثقه المشاهد. وعاوز احييك على السبق اللي عملتيه مع المخرج عصام الامير رئيس الاتحاد، ويلا بقى كده ادينا سبق اخر عشان المشاهد يستنى يشوفك بعدينا. قولي لنا ايه اكبر او اهم حاجه قالها الاستاذ عصام الامير؟ بص انا عايزه اقول لك على حاجه. الاول احنا كانت فكرتنا في برنامج الصميم احنا كنا عايزين نقول ان مسبيرو كيان موجود، وكنا عايزين نوري للمواطن والمشاهد هو مسبيرو شكله ايه من جوه. فقلنا خلاص طالما هنعمل الحلقه بالشكل ده يبقى لازم يبقى معانا قيادات المبنى اللي موجودين يكلمونا عن المبنى كمان، خاصه ان هم كلهم طبعا قضوا عمرهم كله في المبنى. صحيح. فكان لقائنا مع الاستاذ عصام الامير رئيس اتحاد الاذاعه والتلفزيون المفروض ان هو يبقى جزء من حلقه بعنوان هنا مسبيرو، بس الحقيقه احنا لما ورطنا علشان نسجل معاه هو كان الحقيقه صدره رحب جدا وعمل لقاء اللي هو هيتذاع كمان شويه بعد برنامج حضرتك. مدته الحمد لله يعني طويله اتكلمنا فيها هو كمان في الحقيقه. فاتن ما تهربيش من السؤال يا فاتن، يعني انا قلت اهم حاجه قالها اهم حاجه قالها. اقول لك اهم حاجه قالها احنا اتكلمنا طبعا في اهم حاجه، لان احنا كتير مننا داخل المبنى فاهم ان الحكومه بتهاجم مبنى مسبيرو. صحيح. وده اللي انا كنت عايزه اكد عليه داخل اللقاء، ان الحكومه بتدعم المبنى بشكله الكامل بالعاملين جواه، مفيش مخططات، مفيش اهداف احنا مش عارفينها، الحاجات اللي بتثار داخل المبنى دائما، وان بيتم محاربه الاستاذ عصام الامير علشان ما يعملش في صالح المبنى والعاملين فيه. الحقيقه هو نفى ده كله جمله وتفصيلا، وان الحكومه داعمه بشكل كبير للمبنى، موافقه على كل الكلام اللي هو بيقوله لانه بيطلع يقوله على الشاشات. صحيح. يعني مفيش هيكله، مفيش اعاده هيكله، مفيش تسريح زملاء، لا مفيش الكلام ده خالص، غير ان هو بيقول المرحله اللي جايه هتشهد ان مسبيرو كلنا عارفين ان مسبيرو عايز دفعه قويه. صحيح. علشان نقدر ان هو يعود مره اخرى. الدفعه القويه دي مش هتيجي غير بدعم كامل ومشروعات. يمكن هو اشار لفكره اللي هي الاصول الخاصه بمسبيرو، وان هو يتصرف فيها، دي هتدر دخل كبير على المبنى علشان يقدر ان هو يسدد مديونيات، وانت عارف ان احنا في مديونيات كبيره. تمام. المشاكل عموما المحاطه بالمبنى يعني الحوار هو قال ازاي ممكن نحلها، وقال ان احنا في خلال سنه ان شاء الله ممكن ان احنا يعني يبقى في خطوات كبيره للمبنى للامام. نتكلم عن انا قادر من نبره صوتك المتفائله التمس او يعني احس انك انت طلعت من اللقاء عندك ثقه اكبر ان اللي جاي احسن. مفيش قدامنا غير ان احنا كلنا نؤمن ان في امل، ويأسنا يبقى محدش هيشتغل، لازم يبقى عندنا امل ونفضل نقول احنا موجودين ونفضل نشتغل، وكلنا يبقى همنا مصلحه البلد ومصلحه المبنى. تمام. بشكرك جدا يا استاذه فاتن عبد المعبود، بشكرك ولبرنامجك الجميل، واللي دايما تفضل منور شاشه القاهره باذن الله. تسلمي، ربنا يخليكي. وتحياتي طبعا للزملاء المخرجه مها عبد الوهاب والمخرج الجميل طارق البحيري على جهدهم، وبنشكر كلنا رئيس الاتحاد طالما ادى للزملاء نبره تفاؤل، وده دايما دور القيادات، لان الكلام كتير يا جماعه جدا والكلام محبط، وبقولها بامانه وبشده، وهنشوف مع بعض نماذج كتير في المبنى حبيت اقولها. وبالمناسبه اللي هيتابع فاتن بعدينا هيلاقي شخصيه جميله شكلا وجميله فكرا ومثقفه وعندها كتير ممكن تقوله وعندها كتير ممكن تقدمه. يعني مسبيرو مليء بالمواهب، عندنا مها عثمان، عندنا ابراهيم عبد العظيم، مش عايز انسى حد، عندنا ناس كتير جدا جدا في كل القنوات، لكن احنا للاسف كمشاهدين بقينا مركزين مع الاعلام، هقول ايه، اعلام السبوبه بالاخر. وقلت لحضراتكم قبل ما اخد لقاء فاتن انه دورت كتير في فيديوهات اخونا باسم يوسف علشان الاقي جمله مفيده اعرف اقدمها لحضراتكم غير الافيهات اللي تضحكنا على بعضينا، ما لقيتش حاجه. الالفاظ اللي كان بيقولها باسم يوسف كانت صعب تدخل بيوتنا في مسبيرو، صعب جدا جدا مذيع او اعلامي او صحفي او ايا كان بيطلع على الشاشه حتى لو ضيف نقول لفظ واحد خارج. نشوف مع بعض مع الاستاذ هاني درويش والاستاذ هشام انيس اللقطه اللي خدناها لباسم، وعملنا كام تيت على صوته في خلال 20 ثانيه. نشوف مع بعض. الحريه مسؤوليه والشقلطه مرمطه. بس كلمه تصدق بصراحه الموضوع ما يقفش بس على العشاء، في حاجات تانية انا وهي بنعملها مع بعض. سواقه عجل، مراجيح، واوقات كتيره بنتفرج على خطابات الرئيس ضحك. والله العظيم بجد.
انا مش عارف الصوت مسموع يا هشام للمشاهدين. المشاهدين سامعوا، انا في الاستوديو ما سمعتش صوت، لكن اكيد حضراتكم لو سمعتوا شفتوا قد ايه الالفاظ وقد ايه الحركات وقد ايه الدخله وقد ايه حاجات كده ملهاش علاقه بالاعلام، لها علاقه بالمسرح. اوكي، لها علاقه بالمسرح اللي بيبقى شويه، اللي بيشوفوا 1000 واحد جايين بثقافه معينه هيفهموا اللي بيتقال ايه. لكن مشاهدين في البيوت وثقافات مختلفه وثقافات عاليه وصغيره والى اخره بيبقى محتاج لغه اعلاميه. اعتقد معظمهم للاسف ما عندوش هذه اللغه. في مفاجاه اخرى كمان بقولها من خلال زميلنا الزميل خالد السبكي، الاستاذ خالد السبكي زميلنا، انه في مفاجاه وهديه. مفاجاه انه اتحاد الاذاعه والتلفزيون بيفكر وقرر انه يعمل شيء لطلبه كليات الاعلام بشكل عام. استاذ خالد، مساء الخير. اهلا، مساء النور يا فندم، وانا عاجز عن شكر حضرتك، ويشرفني مداخلتي التليفونيه في برنامج حضرتك المحترم الذي يعني الناس كلها بتسعى الى دايما وجود ناس محترمه على الشاشه المصريه بتفعل الاعلام وبتدافع عنه من خلال هذا البرنامج المحترم والعاملين عليه. بشكرك جدا والله يا استاذ خالد، بس عايز اسالك سؤال. يعني انت من الزملاء النشطاء جدا في المبنى، وكل الناس بتحبك وكل الناس كمان بتؤمن بيك، وساعات خلي بالك احنا كزملاء لما بتبقى ضد المسؤولين ناس كتير قوي بيقولوا لك برافو. وللاسف الشديد لو انت لحظه واحده حاولت تعمل حاجه لصالح الناس بمساعده المسؤولين بيتهموك على طول ان انت تم ترويضك ويضحك عليك. انت فاهم الكلام ده كويس جدا. تمام. لكن انا بحب اكون ايجابي. بحب اكون ايجابي يا خالد، معلش. مع كامل احترامي لوجهات النظر المختلفه، احنا دائما مع القيادات في حاله الصح. يعني القيادي لما يعمل حاجه صح نقول له شكرا واحنا معاك وبنكمل. لما القيادي بحييك على ده. بيحيد عن الخط، تمام، او بيعزف عن الخط اللي احنا كلنا نتجه معاه، وقتها بنقول له لا استوب، في هنا خطأ ما ولا بد من تصحيحه. عارف انا كل التحفظ عندي بيكون على ايه؟ اتفضل يا فندم. على بس اسلوب القواله، ازاي اقول؟ يعني في ناس بتقولها باسلوب مهذب ومحترم، وتخلي كمان القيادي ايا كان منصبه يعني في الحكومه يفكر وياخد كلامك بمحمل الجد. والعكس صحيح، لو انا قلته باسلوب شويه زي ما بيعمل القطاع الخاص اوفر شويه، او في سب او في قذف او في كذا، بيبقى حتى القيادي نفسه لو عارف انه غلط بيتمسك برايه. فاهم قصدي؟ تمام. هو انا برضو اتفق معاك جدا في الاسلوب اللي احنا بنخاطب بيه بعض القيادات. تمام. لان في ناس برضو واخده على الصوت العالي، ويعني للاسف الشديد. طيب واحنا كزملاء كلنا في مركب واحد. النقطه الجميله اللي حضرتك اثرتها كان اخر مره قابلت فيها رئيس الاتحاد الاستاذ عصام الامير. تمام. واقترحت عليه باعاده تدريب طلبه كليه الاعلام، وحقيقه انا يعني سعدت جدا بان هو وافق على اعاده تدريب طلبه كليه الاعلام من جميع التخصصات ومن جميع كليات الاعلام بجمهوريه مصر العربيه. عجبني ده جدا، ده عجبني جدا. يعني وعاوز معلش يا خالد هتقول للناس الوقت اللي بيسمعونا ويشوفونا اللي هم خاصه اولياء امور او طلبه كليات الاعلام ازاي يتواصلوا مع معهد الاذاعه والتلفزيون، لان ده على فكره يعني يختلف عن اي حاجه بره. يعني كونه بيدخل المبنى وياخد دوره في المبنى ده شيء بيبقى مشرف له. يعمل ايه الخطوه الصح واللي وبرده ما تكونش مكلفه له؟ هو اولا انا بس عايز ارجع تاني للمقابله. هو وافق حضرته على مقترح اللي انا اقترحته باعاده تدريب طلبه الاعلام في جميع الاقسام بالتنسيق مع معهد الاذاعه والتلفزيون. جميل. في مقابل اجر رمزي عشان نتيح لجميع طلبه مصر بالكامل التدريب في صرح مصر العريق مبنى اتحاد الاذاعه والتلفزيون كحق اصيل ومرجع وجامع للاعلاميين بالعالم العربي والشرق الاوسط. طيب لا يعني خلينا افهمها يا خالد، خلينا افهمها بعد اذنك. يعني هو الطالب يروح للكليه بتاعته يجيب خطاب موجه للتلفزيون بالظبط يا فندم، شهاده قيد هو في سنه كام. تمام. وبيكون معاه طبعا صوره خاصه بصوره بطاقته. تمام. والكارنيه الخاص بالجامعه مع شهاده القيد اللي هي معتمده من الجامعه بتاعته او المعهد الخاص كده هيجي لك ولا 10000 طالب نطلع منهم يا رب بمجموعه محترمه كده. انا هقول لحضرتك مفاجاه. انا جميع الطلبه كتر خيرهم طبعا هم عرفوا الموضوع، اتصلوا بي على الفيسبوك وبعتوا لي اسمائهم ومستعدين لكافه الاجور الرمزيه ان وجدت، وهم
حقيقي يعني انا تشرفت بيه جدا بان هم يعني عرفوا من حتى من وسيله الانترنت الكلام ده. تمام. وبعتوا لي ارقام تليفوناتهم بعد الحلقه النهارده هيجي لك الاف الاتصالات. بس حكايه اجر الرمز دي اللي يا ريت انا بقول بناشد بقى طبعا المخرج عصام الامير ان تكون حاجه بسيطه يعني. بشكرك جدا يا استاذ خالد. تمام، وانا اتفق معاك على كده. هو عموما في لائحه في معهد الاذاعه والتلفزيون بكل صراحه. تمام. عدد تدريب الطلبه 36 ساعه باجر 500 جنيه، يعني الساعه عارف المعهد ده يا استاذ تقريباً. خالد، المعهد ده وحده اقتصاديه لو اديرت صح صدقني تمام يا فندم، تعمل عائد كويس جدا. تمام. انا بشكرك جدا بالضبط. علشان وقتنا، بشكرك وبشكر جهدك، ويا رب مزيد من النجاح. وده حقيقي اللي انا دايما حريص عليه قوي. كل الزملاء سواء داخل المبنى او بره المبنى يكونوا ايجابيين ونكون ايد واحده. سهل قوي قوي نهدم، سهله جدا جدا، لكن البنى صعب، البنى محتاج جهدنا كلنا. وبرضه بشكر الاستاذ عصام الامير انه مبادره زي كده على طول الراجل بيرحب. اي فكره هتضيف للمبنى ما حدش هيرفضها ابدا. سامحوني النهارده بحاول اعمل مقارنه، شبه مقارنه مش مقارنه كامله، لان المقارنه محسومه تماما لصالح مسبيرو وشرفاء مسبيرو، مش عايز كلام، لكن بحاول اعمل مقارنه بين الاعلام الخاص والاعلام اللي هو يعني مش خاص، الاعلام العام، الاعلام اللي هو سوري يعني مع احترامي لهم. وخلاص بقى رجال الاعمال دلوقتي بيعملوها زي سبوبه، زي محل، زي كل واحد يفتح جورنال او يجيب كام صحفي او يعمل قناه بيبقى هدفه الرئيس رقم 1 حمايه مصالحه، رقم 2 التاثير على الحكومه ان هم يوافقوا له على مصالحه، رقم 3 الضغط على المسؤولين ان ما حدش فيهم يقرب من مصالحه، رقم 4 اذا هتلاقي كلها في النهايه مصالحه. اذا في النهايه كلنا كشعب بقينا بنتفرج على برامجهم ومبسوطين، زي ما عملت قناه الجزيره في 2003. لو حضراتكم فاكرين 9/4/2003 كنا بنتفرج على اقتحام وغزو واحتلال العراق، كان بنتفرج على فيلم السينما وبنشوف المشاهد، فيلم سينما حقيقي، فيلم سينما، مشاهد الدبابات وتحطيم تمثال صدام ودخول مش عارف ايه والاعتماد على الغوغائيين. وضاعت العراق ما رجعتش من 2003. ده صحيح، مش معنى كلامنا ان صدام كان حلو اطلاقا، لكن كان سيء، ما جاء بعده هو الأسوأ بعينه. حاضر، زي داعش كده بالظبط. داعش نفس السيناريو، لو حضراتكم ركزتوا في الفيديوهات مصنوعه صناعه هوليوديه بجد. ولسه فينا ناس مش قادره تفهم او رافضه تفهم، او يمكن مصالحهم ان هم ما يفهموش. زي ما بنشوف كده بعض الاعلاميين بيطلعوا بتقاليع غريبه، تقاليع كده ملهاش لازمه وهدف الاثاره وخلاص. الاقي زي ما منشور على الفيسبوك حاجات كده، الصديق والزميل عمرو الليثي كاتب كلام بلاش تضحكوا على الناس، ضحك على الدقون، مش عارف بجد. ناس تانية رافضة تدخل مصر في حرب اليمن وفي باب المندب وإلى آخره. ناس تالتة بتتكلم بكلام عشوائي جدا جدا بهدف الإثارة وخلاص، وإثارة الرأي العام وخلاص. ناس رابعة كل هدفهم في الحياة يجيبوا فيديو لمستشفى فيها تقصير أو اسم شرطة في حاجة غلط. كل ده موجود في كل حتة في العالم، وقدمت لكم في البرنامج ده فيديوهات من قلب أمريكا نفسها لما حصلت الثورة هناك، وشوفنا قد إيه بيتعاملوا بمنتهى القسوة والى اخره. لكن خلينا نقول ان الاعلام الخاص، وده برضو بمناسبه بقى الهيكله وحاول تطوير دورنا كمسبيرو، اهلا بالاعلام الخاص بس بشرط يحترم الناس ويحترمنا. كلنا متذكرين الزميل محمود سعد لما دخل هذا المبنى في البيت بيتك وتم اختصار مسبيرو بالكامل في برنامج واحد. وده برضو بسوء اداره او بتعمد وقتها او الى اخره من القائمين ان هم يعملوا مسبيرو كله برنامج واحد. وكانت النتيجه ان هذا البرنامج الواحد هو اللي كان واخد كل الاعلانات اللي كانت بتجيله بشكل مباشر بالاوردر برضه من المسؤولين وقتها، مش علشان كفاءتهم يعني. لكن سهل ان احنا نعمل اثاره، سهل جدا نعمل اثاره. وفوجئنا كلنا وصحينا على نشوف مكالمه محمود سعد زميلنا العزيز مع وزير الاعلام وقتها انس الفقي. كانت النتيجه ايه اللي احنا هنسمعه ده؟ نشوف مع بعض. أنت تعمل في تلفزيون مصر وتتقاضى أجرك من اتحاد الإذاعة والتلفزيون وتتبرأ منه، وأنت حرصك على شعبيتك وشهرتك وجماهيريتك كان أكثر حرصا على انتمائك للمكان اللي بتاكل منه عيش. تمام يا الوزير. وحرصك على إن عقدك يتزايد كل سنة من 7 مليون ل 9 مليون، كان أكثر بكثير. إن شاء الله 15 مليون هتوصل لهم قريب. إن شاء الله يا الوزير. يعني الكلام واضح. يعني الوزير اللي كان جايب محمود سعد بيكلمه وخلاص، يعني زي يكونوا اتنين اصحاب واختلفوا فبيتكلموا بقى، بيقولوا بيطلعوا الفلوس الملايين دي كلها من جيب المشاهد المصري. ما حدش يقول لي من الاعلانات، للمره الاخيره بقولها بجد،
الاعلانات كانت بتيجي بالامر المباشر من المسؤولين وقتها، يقولوا اتخن شركه ودوا اعلانكم في البيت بيتك، البيت بيتك بس مش برنامج تاني. ويجي في البيت بيتك يستضيف، مع سوري انا اسف في اللفظ، رقاصه. انا مستعد لو عندك صوره صافيناز يا هشام ويانا اشوفها. لو انا استضفت صافيناز دلوقتي هتبقوا فرحانين ومبسوطين وبتتفرجوا مبسوطين جدا زي الفل. وبلاش صافيناز عشان ممكن تكون ادمت شويه. دلوقتي بقى فيه صوفيا. عندنا الصور دي يا جماعه ولا ايه؟ وبقى في حاجه ثالثه اسمها برديس، سهل جدا نحط كده، نجيب ضيفه ونديها فلوس طبعا من اي شركه راعيه، ما هي كده. هل ده الاعلام اللي احنا عاوزينه كشعب مصري بجد؟ هل ده الاعلام اللي احنا عايزين نعلمه لاولادنا ولمشاهدينا بامانه؟ كتير قوي من القريبين مني بيلوموني على ده، يقول لي خلاص ما تسير المركب واعمل اللي انت زي ما الناس بتعمل. اقطع الصوره بما يليق طبعا بمشاهدنا. المخرج في ودني الاستاذ هاني بيقول لي لازم اقطع الصوره زي ما حضراتكم شايفين. طبعا احنا قد ايه شوفوا ثانيه وشالها، احنا متحفظين قد ايه، لكن غيرنا بيحطها صوت وصوره وبيجيبها في امسك ايدك وحط رجلك والحاجات العجيبه اللي بنسمعها، وبقت ثقافتنا كده وخلاص عودونا على ده. السينما بقى السبكي والاعلام بقى ده بقى الرخص. وفي النهايه عايزين ولادنا يطلعوا ايه؟ عايزين مجتمعنا يطلع ازاي؟ يطلع شكله ايه في الاخر؟ واللي بيقود ده مين؟ مش هم الزملاء الاعلاميين؟ احنا في عيد الاعلاميين، فبقول لهم يا رب فعلا نتقي ربنا. يعني الفيديو الجديد لمنى الشاذلي انا شخصيا كنت من معجبينها ومبسوط بها جدا الحقيقه، وكلنا كنا بنتابعها باهتمام وبتناقش قضايا مهمه وبتقول. وخلي بالكم انا بقول ده لان مهم جدا دورنا الاعلامي يكون قوي في وجه اي مسؤول، وقوي الاتجاه والايجابي ناحيه الشعب، الناس تبقى مستفيده. مش هكلمكم النهارده عن الفقر والمرض والبطاله والصحه والتعليم والزحمه والطرق، ومش هكلمكم عن كل مشاكلنا دي خالص، لكن هتبقوا فرحانين قوي لو انا كلمتكم عن صافيناز او عن رقاصه او عن حادثه فيها اغتصاب وفيها جهل وفيها. هل ده هو الصح؟ نشوف كده مدام منى الشاذلي في وقت من الاوقات بكتنا بدموع عشان النظام السابق. نشوفه مع بعض. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ما أعرفش مشاهدين اللي في البيوت أو اللي قاعدين أو اللي في ميدان التحرير تعليقهم إيه، بس أنا اللي أعرفه إن إحنا في اللحظات دي إحنا كلنا في الاستوديو وفي الكنترول كنا نعيش لحظة تاريخية. أعلن الرئيس محمد حسني مبارك أنه لن يترشح لفترة أخرى، بل قالها نصا لم أكن أنوي الترشح. كلنا في الفيديو ده الحقيقة وقتها كل الوطنيين المخلصين كانوا جواهم مقشعرين، نفسهم البلد تروح للأحسن، وشكرا للراجل أدى دوره وبمنتهى البساطة بيسيب المكان، لكن قلقانين. اللي كانوا فاهمين وقتها كانوا قلقانين جدا، وده يمكن يأكد ويوضح دور شرفاء مصر في الجيش المصري، ان هم ازاي قدروا يمتصوا كل هذا الغضب ويتجاوزوا كله، لان كان المؤامره ما كانتش مبارك خالص. مبارك ده بالنسبه للي بيتآمروا علينا، اللي هو بدايتهم ونهايتهم هتلاقي من اسرائيل ثم امريكا ثم اردوغان ثم ايران ثم كل ده، في النهايه هدفهم ايه؟ هدفهم زي ما ضاعت العراق، هدفهم تضيع ليبيا، هدفهم تضيع سوريا، هدفهم تضيع اليمن، داخلين على السعوديه. واضحه قوي، واحنا لسه فينا ناس بتكابر، لسه فينا ناس بتقول لا. وقتها منى الشاذلي عملت ده، لكن للاسف شديد بعدها بشويه صغيره قعدت مع ناس تانية، وقعدت مع المتآمرين، وقعدت مع الاخ وائل غنيم. نشوف برضو الفيديو بتاع وائل غنيم، لانه مامته في دبي وباباه في امريكا وهو ولا في السعوديه، وهو قاعد في البسين بتاعه هناك في دبي، وياخد 2 مليون دولار مقابل كتاب تنشره دار نشر امريكيه. منين؟ عشان تيجي تبيعه في مصر بتعمل 5-6 مليون دولار لل90 مليون مصري. ما احنا سلعه زي كل برامج المسابقات، تلاقوا دايما متسابق مصري لازم يتوقف التصفيات علشان ال90 مليون يفضلوا يتصلوا على 0900، والارقام دي في النهايه فلوس بتروح من الغلابه والبسطاء الطامعين والطامحين في جايزه او في حاجه لهؤلاء، واحنا بيتلعب بينا بشكل او باخر. الاعلام بتاعنا له دور مهم جدا للتوعيه في كل التفاصيل دي. نشوف مع بعض الاستاذه منى الشاذلي وقتها برضو نقلتنا من دموعنا ودموعها علشان مبارك وعلشان لدموعنا ودموعها وقتها برضو، لأننا كنا مصدقين على شاب مصري كنا بنفترض فيه انه وطني. نشوف كده. انا اسف بس دي مش غلطتنا، والله العظيم غلطتنا، دي غلطة كل
ان واحد كان ماسك في السلطه ومثبت فيها. عايز امشي. والله ولا محمود المليجي يعمل المشهد ده. يعني تمثيل في تمثيل، واذا كانت منى وقتها تعلم فمؤكد مصيبه، واذا كانت كاعلاميه لها فكر ولها دماغ وجامعه امريكيه ومتعلمه كويس وعندها خبرات لا تعلم فالمصيبه مؤكد اكبر. مش بعاتبها على فكره ومش بلومها ولا بلوم محمود سعد ولا بلوم باسم ولا بلوم غيره قد ما بلومنا احنا كمشاهدين، وباكد انه بعدنا كمشاهدين عن مسبيرو ومشينا واستمتاعنا واختيارنا لدول بس هو اللي بيوصلنا للنتيجه اللي احنا فيها، انه ما بقاش قدامنا غير الاعلام الخاص. وللاسف الشديد زميله فاتن بتقول في مكالمتها انه الحكومه مش ضد مسبيرو. انا بصدقك ومصدق رئيس الاتحاد لان نواياه طيبه جدا، لكن اللي بنشوفه غير كده. اللي بنشوفه ان وزير التخطيط عامل دراسه وعامل ده اللي بنقراه في كل الجرايد، وانا كصحفي عارف ده كويس. واللي بنشوف ان هم بيفكروا 100,000 مره ازاي يبدلوا ويغيروا. وبالمناسبه انا اثق تمام الثقه ان رئيس الوزاره رجل وطني جدا وعاوز المصلحه للبلد، لكنه خبراته كلها كانت قطاع خاص، فايمانه بالقطاع الخاص موجود وموجود وبشده، واضح جدا في كل تصرفاته. لما احنا نصل لمرحله انه يبقى الخوف على مسبيرو من الحكومه واللي هي الحكومه في حكايه الهيكله والاعاده ده كله، ما حدش ضد التطوير، لكن ضد تحويله لشركات او لقطاعات او يبقى زيه زي القطاع الخاص. يبقى ساعتها كلنا هنلهث في شيء واحد، ان انا كجمعه قبيل انا شخصيا لما اجي اقدم برنامج لحضراتكم وهتكلم مثلا عن شخصيه زي عادل امام، بكلمكم بجد والله. عادل امام ده فنان عظيم جدا، ما حدش يقدر ينكر دوره اطلاقا. راجل عمل افلام، عمل مسرحيات، راجل هو جزء من الثقافه الشعبيه في مصر. يعني كل كلماته والفاظه في مسرحياته كلها اصبحت امثال شعبيه فيما بعد. لكن لما اجي اتكلم عنه وانا اهدف للاثاره غير ما اتكلم عنه وانا اهدف لتقدير دوره. لو اخترنا ان احنا نقلد القطاع الخاص هتكلم عن عادل امام بالشكل اللي هتشوفه في الفيديو حالا. هسيب له كل الايجابيات وهمسك في سلبيه واحده وهقول ليه يا نجم يا كبير في كل افلامك كان لازم يكون في مشهد بوسه. تعالوا نشوف. هاتي بوسابت هاتي بوسابت هاتي حتابت هاتي حتابت هاتي بوسابت هاتي بوسابت هاتي حتابت هاتي حتابت هاتي بوسابت يابا هاتي حتابت يابا هاتي بوسابت هاتي بوسابت هاتي حتابت. ساعتها ما حدش يقدر يلومني على فكره، وانا بقدم بالشكل ده هيبقوا مبسوطين الناس وبيتفرجوا يقولوا صح ده ما فيش فيلم الا فيه بوسه وفيه قبله وفيه. ده صحيح، ده واقع وموجود، وهي لغه سينما على اعتبار ان الفيلم السينما بيدخله المشاهد بمزاجه وبراحته. لكن لما اجي في القطاع الخاص وفي التلفزيون واقدم بقى حاجات اصعب مليون مره من اللي احنا بنشوفه ده احنا بنقدم 30 ثانيه ولا 20 ثانيه وزي ما حضراتكم شايفين بنحط صوره وبنغطي والمخرج معايا على التليفون بيحاول يقص الصور. لكن بوضح لكم قد ايه سهله، قد ايه سهل جدا اعمل موضوعات اثاره، قد ايه سهل جدا جدا اعمل موضوعات تخلينا نفضل نحكي طول الليل والنهار ونضحك ونبتسم، ولكن في النهايه لا تصدينا لظاهره زي البطاله ولا زي المرض ولا زي المستشفيات اللي فيها ناس بتعاني بشده، ولا عشوائيات ولا زحمه ولا مرور ولا اخلاق ولا اي حاجه. مش هتكلم عن التعليم مثلا، التعليم لوحده ده حدوته بجد عايزه الاف البرامج. ولا العنوسه لان انا مهتم طول عمري. هناخد الحاج امين طبعا، المشكله ده اهم. خلينا برضو يعني يبقى في مزيج ميكس في الحلقه. الحاج امين السلام عليكم. الله وبركاته. ازيك يا استاذ جمعه؟ يا اهلا بيك، ادخل في المشكله على طول عشان وقتنا، اتفضل. ازي حضرتك يا سعاده الباشا؟ الحمد لله يا فندم، اتفضل. انا الحاج امين بسوني، كنت عامل تصوير عشان موضوع البطاطس الصيفي. الجمعيه الزراعيه وكل وزاره الزراعه الغربيه ما رضيش يصرفوها اسباق، والبطاطس تعرضت للهلاك. تمام. البطاطس تعرضت للهلاك. ليه بقى؟ ما رضوش يصرفوا ليه؟ ما رضوش يصرفوا، قال لك ملهاش. الصوت مش واضح، الصوت مش واضح يا حاج امين، لكن انت كده سامعني؟
عايز اقول للمسؤولين ان عندنا اسمده متوفره وان عندنا كل شيء تمام، وبيطلعوا على التلفزيونات على قناه مصر الزراعيه وعلى قناه 6 في طنطا يقولوا ان عندنا كل حاجه تمام، والكلام بتاعهم خالي تماما من الصحه، ما فيش حاجه بتتنفس. عايز اسالك سؤال يا حاج امين. اتفضل يا بيه. انت منين الاول؟ اديني العنوان بالظبط، اللي هو عنوان الجمعيه فين؟ الجمعيه الجحفريه، الجمعيه صورت الجحفريه مركز الصنطه الغربيه. تبع الغربيه يعني. تبع الغربيه، ايوه يا سعاده الباشا. طيب يعني انت عايز توصل صوتك للمسؤولين، يا جماعه يا مسؤولين بطلوا تقولوا ان كل حاجه متوفره، لان مفيش حاجه متوفره. يا سعاده الباشا انا غلبت تلغرافات وفاكسات وغلبت، ومفيش حد مسؤول، واللي بنسمعها على التلفزيون على قناه مصر او احدى القنوات. طيب اخر سؤال معاك يا حاج امين، حاولت تتصل باي قناه خاصه تعرض عليهم المشكله ديت؟ نعم. حاولت تتصل باي برنامج او قطاع؟ مش هتفهم السؤال لكن ايوه بشكرك. اتصلت بقناه 6 كذا مره، وكلمت في قناه 6 كذا مره. الثالثه دول على راسنا من فوق. المذيعين اللي عندهم اخلاص بيتكلموا ويقولوا، واللي ما عندوش يقول لك رسالتك وصلت وخلاص. لا ان شاء الله باذن الله تعالى هنتواصل معاك وهنحاول نوصل صوتك للمسؤولين، وانا بشكرك جدا يا حاج امين. اتفضل. انا عضو في النقابه العامه في اللحمه السوداء. انت على راسنا من فوق يا حاج امين والله، ومعلش يا استاذ هاني علشان في النهايه ده يعني مواطن على راسنا من فوق بجد، يعني انا هنا ده اللي كنت لسه بحكيه. صدقني يا حاج امين انت صعبان عليا. حاضر، لان انت لو بتتكلم عن هيفاء وهبي في دراما رمضان هنسمع لك وهنبقى كلنا مبسوطين بكلامك. عن صفيناز يا سلام يبقى افضل، عن برديس الجديده يبقى احسن واحسن، لكن بنتكلم في مشكله الزراعه والارض والاسمده والكلام ده لنا الله. هناخد الفاصل الاعلاني وهنكمل كلامنا في يوميات مصري. نشوف الاعلان. مشاهدينا بنتواصل مع حضراتكم وبنكمل كلامنا، والحاج امين في عيننا الاثنين، واكيد هتواصل معاه بصفه شخصيه وهنوصل صوتك يا حاج امين تماما. وهنتكلم برضو عن الحاجه فكريه. معلش اهو مشكلتنا على السريع في حاله النظر ان وقتنا كالعاده بيجري بسرعه. الحاجه فكريه راح تعمل بطاقه تموين عادي فقالها بعد 3 شهور. طب الحل ايه؟ لو الاستاذ محمود دياب المتحدث باسم وزاره التموين معانا على التليفون، الراجل المحترم الجميل خالد حنفي وزير التموين، بقول لك يا استاذ خالد انت صديق عزيز، لكن المتحدث الرسمي باسم وزارتك بعد ما اتفق مع الزملاء اهو بتكلم بجد، معلش سمعني الصوت الجرس بعد اذنك يا استاذ هاني زي ما احنا متعودين. استاذ هشام. طيب استاذ محمود مساء الخير. اهلا بيك يا فندم، اهلا بيك، كل سنه وانت طيب ومصر كلها طيبه وبخير. كل سنه وانت طيب بمناسبه عيد الاعلاميين، ويا رب دايما تبقى متحدث باسم الوزاره. وانت ما تزعلش مني انا كنت حالا هقول ان حضرتك رافض ترد على الزملاء، لكن لا يا فندم انا بتواصل على طول مع كل الساده الاعلاميين، حتى مع شبكات التواصل الاجتماعي، حتى بنتلقى شكاوى المواطنين على التليفون شخصيا او بيجوا للوزاره، او حتى الدكتور خالد حنفي نفسه شخصيا بتواصل مع الناس على التليفونه الشخصي. ده جميل، بارك الله فيك. بس انا عايز استاذنك في حاجه سريعه جدا استاذ محمود. اتفضل. الحاجه فكريه التابعي محملانا امانه، لان لسه الحاج امين بسيوني من شويه بيقول لي ان احنا كاعلام بشكل عام بنقول له الرساله وصلت وخلاص. انا كجمعه ابين ما بحبش ده، بحب الرساله توصل ويبقى في حل. الحاجه فكريه عايزه تاخد العيش، تعمل ايه؟ قالوا لها بعد 3 شهور، يعني تستنى 3 شهور. تشرفني بعد النهارده ايه حضرتك؟ النهارده الحد، النهارده السبت. تشرفني بيوم الاثنين الساعه 11 باذن الله في مكتبي، وان شاء الله يكون خير. طيب اوكي استاذ محمود، انا بشكرك جدا على تعاونك، وهتجيلك باذن الله تعالى، وارجو ان الحلقه الجايه نكلمها هي وتقول لنا شكرا ليكم. بشكرك جدا استاذ محمود دياب المتحدث الرسمي باسم وزاره التموين. ولحقني الحقيقه كنت طبعا لازم نحترم التلفزيون المصري. بتكلم بجد لكل الوزراء، لان في النهايه احنا مش هدفنا حاجه خالص شخصيه، هدفنا الناس البسيطه والبسطاء. كان نفسي اسمع ولو نص ثانيه نص دقيقه لفيديوهات الاذاعه الجميله بتاعت زمان في عيد الاعلاميين. قد ايه يا جماعه صوت الاذاعه ده بيعمل لنا حاجه جوانا حلوه جدا 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 يعني. لكن وقتنا كالعاده خلص. بشكركم جدا، وبتمنى ان حضراتكم بعدين مباشره تتواصلوا وتشاهدوا وتتابعوا باهتمام شديد كلام رئيس الاتحاد مع الزميله فاتن عبد المعبود والمخرجه مها عبد الوهاب والمخرج طارق البحيري، علشان هتشوفوا وهتسمعوا.
وبامانه ربنا هذا الرجل اللي اسمه الاستاذ عصام الامير هو زميل وصديق وعشره ومشوار حياه، حتى قلت الحلقه اللي فاتت مشوار حياه في مسبيرو، لكنه بعيدا عن الصداقه والزماله هو رجل وطني وشريف جدا بجد، وبيحب البلد جدا بجد، ويا رب يقدره ويطور مسبيرو، ويا رب يقدره ويكون فعلا في اللي جاي من الايام قادر على انه دايما انه يكون مبدع، لان هو حد جميل، ولكن الالتفاف حوله مهم قوي، وكمان مساعدته ودعمه في منتهى الاهميه مننا كلنا كصحفيين وكاعلاميين. بقول في نهايه حلقتي الف مليون سلامه لزميلتنا الاستاذه هدى رضا، عامله عمليه الاسبوع اللي فات، سلامتها الف مليون سلامه وبشكرها، وبشكر زمايلنا الاستاذ هشام انيس والاستاذ هاني درويش وعلاء شمس، وتحياتي دايما لحضراتكم، وما تنسوش تتابعوا بعد الحلقه مباشره السيد عصام الامير رئيس الاتحاد في الصميم، وكلام ان شاء الله يا رب يكون في الصميم. تصبحوا على خير.